وكان في قبيلة اسمها جرهم، فكانوا بيبحثوا في الصحراء عن مكان فيه ماء علشان يستقروا فيه، وده بعد ما انهار سد مأرب في اليمن. فمروا بوادي بكة وهو اسم مكة القديم، فوجدوا بعض الطيور بتحوم قريب منهم، ومعروف ان الطيور مش بتكون موجودة الا في مكان يكون فيه مية. فارسلوا المستطلعين علشان يقولوا لهم الخبر، واللي اخبروهم بالفعل انهم وجدوا امرأة مع طفلها وحواليهم مية. فتعجبوا من الموضوع وراحوا للسيدة هاجر، واللي استأذنوها انهم يقيموا عند الماء مقابل اجر يعطوا لها. فأذنت لهم السيدة هاجر، ومن هنا نشأت مكة كمدينة بحكمة الله سبحانه وتعالى. ونشأ سيدنا إسماعيل عليه السلام بين قبيلة جرهم العربية الأصيلة، واللي تعلم منهم فصاحة اللغة العربية حتى إنه صار أفصحهم لسانا. ومن هنا جاء العرب المستعربة وهم ذرية سيدنا إسماعيل عليه السلام. بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور ابنه سيدنا إسماعيل وزوجته السيدة هاجر في العام مرة أو مرتين. وفي أحد المرات رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام رؤية، ورؤيا الأنبياء حق، وهي إنه بيذبح ابنه إسماعيل. وكان سيدنا إسماعيل بدأ يكبر ويعين والده اللي كبر في السن. ويا لفرحة سيدنا إبراهيم بابنه إسماعيل الذي أتاه على كبر وبعد انتظار طويل، ويا لهذا الابتلاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. فقال سيدنا إبراهيم لابنه سيدنا إسماعيل إنه رأى رؤيا في المنام إنه بيذبحه، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان رد سيدنا إسماعيل بدون تردد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي خلاص سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل استسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، ووضع سيدنا إبراهيم صخرة على الأرض وأحضر السكين لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وأحد سيدنا إبراهيم السكين، فقال سيدنا إسماعيل لأبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام يا أبتي ضع وجهي على الأرض. فقال لما يا بني؟ فقال حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني. وأمسك سيدنا إبراهيم السكين ووضعه على رقبة سيدنا إسماعيل عليه السلام وجر السكين، ولكن السكين لم يقطع. فقال إسماعيل يا أبتي شد علي إنه أمر الله سبحانه وتعالى. فجر السكين مرة ثانية ولكن السكين لم يقطع. وهنا نتعلم أن السكين لا يقطع إلا بأمر الله، كما أن النار لا تحرق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا أتى المنادي من السماء لسيدنا إبراهيم عليه السلام وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نجح سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى رغم هذا الابتلاء العظيم، فأنزل الله كبشا من السماء ليذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم. وجعلت الأضحية سنة لنا كل عام نتقرب بها إلى الله ونتذكر بها هذه القصة العظيمة. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.